بيبدأ الفيلم مع هاردن وهو بيحكي قصته مع تيسا وإزاي كانوا بيحبوا بعض، وإزاي انتهت القصة بإنه خانها بس هي ما قدرتش تسامحه. وبيكون هاردن قاعد في عربيته وبيفتح موبايله وبيشوف مسج بعتها لتيسا وبيقول لها إنهم بقالهم شهر بعيد وهي لا راضية ترد عليه ولا تقابله، بس برضه ما لقاش منها رد. وبعدين بنلاقي تيسا راكبة تاكسي ورايحة شغلها، وبيكون يومها الأول في دار النشر اللي كانت مقدمة عليها. وبتوصل تيسا وبتحاول تلحق الأسانسير بس بيكون في واحد وبيقفل بسرعة، فبتشتمه لأنها متأخرة. وفجأة بتلاقي الأسانسير فتح تاني ودخلت، فبيسألها إذا كانت شتمته، فبتقوله لأ وإنه كان بيتهيأله، بس هو بيكون سمعها. ولما بيوصل الأسانسير بتكتشف إنه معاها في الشغل واسمه تروفر، فبتتحرج منه وبتتعرف على كيمبرلي مساعدة المدير وبتحاول تعرفها عليه، بس بيكون متعصب. فبتفرجها على مكتبها، وأول ما بتدخل بتتصدم لأنه بيكون مليان أوراق وكتب، وبتقول لها إن ده بسبب قلة المتدربين رغم إن اللي بيقدموا كتير، لكن المدير فينس بيمشيهم بعد أول يوم. وبعدين بتعرفها على شغلها، وبتكون تيسا متحمسة للشغل جدا، وبتبدأ تنظف المكتب وترتبه وبتبدأ شغلها، وبتقضي اليوم كله في المكتب لدرجة إنها بتنام وهي بتشتغل. وفجأة بتفتح عينيها بتلاقي المدير في وشها وبيقرأ التقارير اللي كتبتها، وبيقول لها هي إزاي قدرت تخلص 3 كتب في يوم. فبتقوله إنها متحمسة للشغل وإنها ما حستش بالوقت خالص. وفجأة بيجيله تليفون وبيطلب منها إنها تلم حاجتها وتيجي معاه، فبتخاف تيسا وبتفتكر إنها اتطردت، بس بتكتشف إنها تحضر معاهم مؤتمر مهم. وبيطلب فينس من كيمبرلي إنها تاخدها تجهزها وتجيب لها هدوم علشان الحفلة، وبتبدأ كيمبرلي تجهزها وبتعبر لها تيسا عن فرحتها في شغلها في دار النشر بتاعتهم وإن ده كان حلمها. فبتقول لها كيمبرلي إن هاردن قال لهم إنهم هيكونوا محظوظين لما تشتغل تيسا معاهم. فبتتصدم تيسا لأنها ما كانتش تعرف إن هاردن ليه دخل في شغلها. وبعدين بيروحوا الحفلة، وبتكون تيسا قاعدة مع تروفر وبيكون زهقان، بس بيقول لها إنهم مضطرين يحضروا علشان مستثمر اسمه جيانج هيمول دار النشر. وفجأة بيجي لهم جيانج وبيعرض عليهم مشروب، وبيضطروا إنهم يشربوا علشانه وبيسكروا، وبتبدأ ترقص مع واحد ما تعرفوش وبتتخيلوا هاردن. وبعدين بتفوق وبتسيبه وتمشي. وفي نفس الوقت بيكون هاردن في حفلة مع أصحابه، وبتحاول مولي إنها تقرب له وتعتذر له عن اللي عملته في تيسا، بس هو بيزوقها وبيتخانق معاها وبيسيبها ويمشي. وفجأة بيلاقي تيسا بتتصل بيه وبيعرف إنها سكرانة، وبيحاول إنه يعرف مكانها بس ما بتقولوش. وبعدين بتقفل السكة في وشه وبيجيلها تروفر وبيقول لها إنه ماشي، فبتمشي معاه وبيروحوا مع بعض الفندق وبيقعدوا يتعشوا مع بعض ويتكلموا عن حياتهم. وفجأة بتوقع تيسا العصير على هدوم تروفر، فبيضطر إنه يقلعها علشان تيسا تغسلها. بس في نفس اللحظة بيجي هاردن لأنه متابع موقع تيسا عن طريق الموبايل، وبيلاقي تروفر وبيتخانق معاه وبيطرده. وبعدين بيبدأ يتخانق مع تيسا، بس هي بتقرب منه وبتبوسه وبيبات هاردن معاها. وبعدين بتصحى تيسا تاني يوم على تليفون كيمبرلي علشان تقول لها تنزل في خلال 5 دقايق، بس بتتفاجئ بهاردن وبتتخانق معاه وبتقوله إنها ما كانتش في وعيها وإنها لسه ما سامحتوش، وبتقوله إنها مش عايزاه في حياتها. فبيحاول يضايقها ويقول لها إنه على علاقة بمولي، فبتتضايق منه وبتضربه وبتمشي. ولما بتنزل بتقابل تروفر وبتعتذر له عن اللي حصل، وبتعرف منه إنهم يعرفوا بعض وإنهم كانوا أصحاب زمان، لأن هاردن كان بيشتغل في نفس دار النشر لمدة سنة قبل كده وفي نفس منصبها. وبعدين بيجي فينس وكيمبرلي وبيقول لهم فينس إن جيانج هيمول دار النشر بسببهم وبيشكرهم على مجهودهم. وبعدين بنلاقي هاردن عند لندن وبيسأله هيعمل إيه مع تيسا وبيحكي له على اللي حصل، بس لندن بيزعق له وبيقول له إنه لو كان مكان تيسا ما كانش هيرجع له وإنه غلط في حقها. فهاردن بيتخانق معاه وبيقول له إنه هيسافر باريس وإنه كان هياخدها معاه. فبيسأله لندن إذا كان بيحبها بجد، فبيقول له هاردن إنه عمره ما حب حد زي ما بيحبها وإنه نفسه إنها تسامحه وبيسيبه ويمشي. وبتكون تيسا في مكتبها وبتلاقي رسالة من لندن بيقول لها إن هاردن كان عنده وقال له إنه بيحبها وإن مفيش حاجة بينه وبين مولي وإنه مصدقه. فبتتأثر تيسا وبتفتكره. وبعدين بيدخل لها تروفر وبيهنيها بعيد ميلادها لأنه بكرة، وبيديها تقرير بحساب تكاليف عربية مستعملة تقدر تشتريها بدل ما بتصرف مرتبها كله في أوبر لأنها كانت بتشتكيله. فبتفرح تيسا وبتحضنه. وتاني يوم بتعرف تيسا من صاحبها لندن إن هاردن هيسافر، فبتروح البيت اللي كانوا قاعدين فيه مع بعض وبتدخل تلاقي البيت مكركب وبتلاقيه سايب لها هدية عيد ميلادها. فبتتأثر تيسا وبتعيط وبتفتكر أيامهم مع بعض. وفجأة بتلاقيه داخل من باب البيت، فبتستخبى بسرعة، بس بتسمع صوت واحدة معاه فبتطلع علشان تشوفها، بس بتلاقيها مامته. فبتتعرف عليها وبتحبها وما بتكونش عارفة انهم انفصلوا. فلما بتسأل هاردن بيقول لها انها كانت متحمسة انها تتعرف عليها جدا، فما حبش يضايقها ويقول لها انهم سابوا بعض. ولما بتسأله ما سافرش ليه،
بيقول لها إنه ما كانش عايز يسافر من غيرها فأجل سفره، وبيطلب منها إنها تحاول تكذب على مامته وتمثل إنهم لسه مع بعض لحد ما تمشي، وهي بتوافق. ولما بتعرف مامته إن عيد ميلادها النهاردة بتقرر إنها تحتفل بيها وتعمل لها تورتة، وبيقضوا اليوم مع بعض. وبتعرف مامة هاردن إن تيسا بتشتغل في دار النشر بتاعت فينس، فبتقول لها إنها تعرفه وإن هي وهاردن عاشوا عنده لما انفصلت عن باباه. فبتستغرب تيسا إن هاردن مقالهاش، وتاني يوم بتسافر تيسا لمامتها، وأول ما بتوصل بتقابل نوح وبتسلم عليه، وفجأة بيجيب سيرة باباها بس ما بيرضاش يكمل الموضوع. وبتتصل مامتها فبتسألها عن باباها، فبتقول لها إنه كان عايز يشوفها بس هي رفضت، وبتتخانق معاها وبتفكرها بمشكلتها مع هاردن وإنها كانت لازم تبعد عنه علشان شبه باباها. فبتتضايق تيسا وبتمشي وبترجع لهاردن، وبعد كده بترجع علاقتهم كويسة مع بعض. وتاني يوم بيتفق معاها هاردن إنه هيعمل لها كل اللي هي عايزاه ويحقق لها أمنياتها لمدة يوم. فبيخرجوا ويقضوا اليوم كله سوا لحد ما كيمبرلي بتتصل بيها وبتطلب منها تساعدها وتقعد مع ابن فينس علشان هو تعبان. فبتروح هي وهاردن وبيقضوا اليوم معاه. وفي آخر اليوم بيجيب هاردن لتيسا هدية الكريسماس وبيطلب منها إنها تسامحه وتديله فرصة تانية، وهي بتوافق. وتاني يوم بيكونوا معزومين عند باباه، وبيروح هاردن مع مامته وتيسا، وهناك بيكون باباه بيتكلم طول الوقت عن لندن وبيفتخر بيه. فبيتضايق هاردن وبيشرب، وبعدين بيبدأ باباه يتكلم عن سفرياته ورحلاته. فهاردن بيتخانق معاه وبيقوله إنه ما عندوش إحساس بحياتهم لأن هو اللي دمرها وهو عايش حياته عادي ومبسوط. بس باباه بيقوله إنه لحد دلوقتي حاسس بالذنب بعد اللي حصل لمامته زمان وإنه كان لازم يمشي. لكن هاردن بيتضايق من كلامه وبيضربه، فمامته بتتضايق منه وبتقوله إنه لازم يحاول ينسى اللي حصل ويعيش حياته، لأن مشاعر الكره اللي جواها تتدمر وتدمر تيسا معاه، وبتسيبه وبتسافر. وتاني يوم بتروح تيسا الشغل وبتكون متخانقة مع هاردن، وأول ما بتوصل بتقابل تروفر وبتحكي له كل اللي حصل، وبتقوله إنها كانت فاكرة إن كل حاجة اتصلحت، لكن للأسف لسه في حاجات هاردن محتاج يحلها مع نفسه وإنها متضايقة جدا علشانه. فبيسألها تروفر إذا كانت بتحبه، فقالت له أكيد. فقال لها إنه كده ما يقدرش يساعدها. وبتكتشف تيسا إنه كان معجب بيها ونفسه تقوله إنها ما بتحبش هاردن، وبيعرفها إنه هيسافر واتنقل لمنصب جديد في فرع سياتل. ولما بتروح بتلاقي هاردن هدي واعتذر لباباه واعتذر لها على اللي حصل، وبيقول لها إن أصحابه هيعملوا حفلة وعازمينه، فبتقترح عليه إنهم يروحوا مع بعض. وبعدين وهي بتجهز بيتصل بيها فينس وبيقول لها إنه بيعرض عليها منصب كبير في فرع سياتل وعايزها تسافر، وموافق إن هاردن يروح معاها. فبتتصدم تيسا وبتطلب منه وقت تفكر، بس ما بتقولش حاجة لهاردن. وبعدين بيروحوا الحفلة وبتكون تيسا مبسوطة وبتلعب مع أصحابه، وفجأة بيختفي هاردن مع واحدة صاحبته، وبعدين بيرجع تاني وبيكملوا لعب. وبتبدأ مولي تضايقها وتفكرها بالرهان اللي كان عامله هاردن عليها، فبتتخانق معاها تيسا وبتضربها. وبيحاول هاردن يبعدها عنها ويهديها. وبعدين بيشوف مسج على موبايلها من تروفر بيهنيها على المنصب الجديد، وبيقول لها انهم هيحتفلوا بالسنة الجديدة مع بعض في سياتل. فبيتضايق هاردن وبيمشي، فبتلحقه تيسا بسرعة، لكن بتلاقيه واقف مع البنت اللي اختفى معاها في الحفلة. فبتفتكر ان بينهم حاجة فبتمشي، وهو بيلحقها بسرعة وبيقول لها انه كان بيحاول يخليها تسامحه وانها المفروض تثق فيه وفي حبه. بس هي بتقوله انها ما بقتش بتثق فيه وعمرها ما هتنسى اللي عمله فيها قبل كده. وبيتخانقوا وبيسيبوا بعض. وتاني يوم بتكون تيسا بتدور عليه وبتبعت له رسائل وبتعتذر له انهم اتخانقوا، بس بيكون هاردن موبايله مقفول. ولما بيفتحوا يتصل بيها بتكون تيسا في العربية والموبايل وقع منها، وبتنزل علشان تجيبه. فجأة بتعمل حادثة وبيعرف هاردن وبيحاول يوصلها بس ما بيعرفش. ولندن بيجي يتخانق معاه وبيرفض انه يقول له مكانها. وكمان بيلاقي تروفر بيتصل بيه ويقول له انه لو بيحبها يبعد عنها لان كل اللي بيحصل لها بسببه، وانه ما بيجيب لهاش غير الألم في حياتها. وبعدين بترجع تيسا من المستشفى بتلاقي هاردن سايب البيت وسايب لها رسالة بيقول لها انه سافر وانه بيحبها جدا وعمره ما حب حد زيها، بس هو ما بيتسبب لهاش غير في الأذى وانه لازم يبعد عنها، وانه كان متوقع ان علاقتهم مش هتكمل في يوم وانها تحاول تنساه وتكمل حياتها. وبتحاول تيسا طول الوقت انها توصله لكن ما بتعرفش، وهو بترجع له الكوابيس تاني وحياته بتكون كئيبة جدا من غيرها، بس قرر انه يكمل في حياته علشانها. وبعدين بتقول له مامته انها عرفت ان فينس هيتنقل لسياتل هو وتيسا وانه عامل حفلة وداع يوم الحد. فبتقول له مامته انه لازم يتحرك ويلحقها قبل ما يسافر ويعتذر عن اللي عمله ويحارب علشان الحاجات اللي بيحبها. وفي الحفلة بتكون تيسا مع تروفر وبيقول لها انه عايز يعترف لها انه رد على هاردن لما كانت في المستشفى وساب مشاعره تتحكم فيه، وقال له انه يبعد عنها ويسيبها، وبيعتذر لها انه عمل كده. وفجأة بتلاقي تيسا هاردن واقف قدامها، فبتطلع تمشي بسرعة وبيحاول هاردن يلحقها، بس بيلاقي عربيتها مشيت. لكن فجأة بيلاقيها واقفة وراه وبتسأله
إذا كان ناوي يسيبها ولا لأ. قال لها إنه حاول ومعرفش، وبعدين بتمشي وبتروح تفتح باب العربية وهو بيركب معاها، وبيرجعوا لبعض وبيروحوا مع بعض، وهم بيتمنوا إنهم يكملوا سوا وتكون نهايتهم مع بعض سعيدة. بس فجأة وهم مروحين بيظهر واحد وراهم بينادي عليها، وبيمسكوا هاردن وبيتخانق معاه. بس فجأة بتكتشف تيسا إنه باباها. وبكده يكون خلص ملخص فيلمنا النهاردة. استنونا في ملخص فيلم جديد كل يوم الساعة 8 مساء، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة. نتقابل في فيديو جديد. سلام.